اللي فيها ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. استنى. طب والله اصلا انا ما كنت حاسب لهم انهم يطلعوا دلوقتي. انا عارف. والاول مره خدنا زغلول عبسي ما شاء الله. بس شايفين الحنيه الحمام مش هين عليه يسيب الزغلول ويقوم. بس انا عايز اقول لكم على خبر حلو. جبنا ذكر هزاز ما شاء الله عليه. طبعا معايا اهوت برضو. بسم الله. ايه ده ايه الحلاوه دي. بسم الله ما شاء الله. انت طلعته برضو. استنى. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله اكبر. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم جديد عند الحمام بتاعنا. نشوف بقى في الدنيا. انا عارف ان انا غايب عنكم بقالي فتره الصراحه عشان في احداث كتير قوي في الفيديو وحاجات كتير قوي بصراحه مزعله الواحد، وفي حاجات برضو يعني تفرحنا بقى. هدينا هنشوف كل حاجه بعيننا دلوقتي. الفرختين بتوع امي جابتهم من البيت التاني عاملين لنا دوشه، فهنقفل الباب بتاعنا بقى عشان الدوشه دي ونيجي نكمل الفيديو بتاعنا. طبعا احنا ما كلفناش للحمام، هنكلف له دلوقتي مع بعض. الحمام كله طاير اصلا بره، مجرد ما نحط الكلفه هيبدا يجي كله. تعال نكلف برضو الحمام بتاعنا. انا دلوقتي بقى بحط للحمام اللي في السلكات الكلفه على قدهم بالظبط. ليه؟ يعني انا كنت بحط لهم الكلفه بكميه كبيره الاول، كان الحمام بياكل الخشن اللي فيها ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. استنى. طب والله اصلا انا ما كنت حاسب لهم انهم يطلعوا دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. وانت طبعا قربت تطلع انت التانية. الله اكبر. اللهم صل على النبي. اللهم زد وبارك. لا بجد والله ما كنت حاسب لهم ان هم يطلعوا دلوقتي اصلا. انا كل ده مفكر ان هم لسه مش هيطلعوا دلوقتي. بس هحط لكم كلفه. بصوا هي كبشه واحده للحمام، واخر اليوم تقشط. عود نفسك على كده. الحمام زي ما تقول بيتدلع. ايه ده انت وقفت خالص ليه؟ ما انت كنت بتفتح. تعال نكمل. تعال نبص على ايه ابن فوزيه ما شاء الله عليه. بجد يا جدعان القص الشعلباز الاقوى بتاعنا ده من احسن الحمام اللي عندي هنا في الغيط كلها ما شاء الله. المستوى ولون العين اللهم صل على النبي حاجه كده اللهم بارك. بصوا ما شاء الله ابنهم. الله اكبر. الشرابات وايه بسم الله ما شاء الله. لا بجد ربنا يزيده ويبارك. جميل قوي. تعال بس نكمل عشان في حاجات على قد ما في حاجات تفرح في حاجات تحزن. خليكم متابعين معانا للاخر واشوفوا كل حاجه بعينكم دلوقتي. هما شويه كده على قد هي كبشه واحده كده هيخلصوا اكل وتقشط بعديها. واهم حاجه تقشط عشان الحمام ما يهدرش معاك كلفه. تمام. فينا حاجه حلوه هتعجب الكل انا عارف. والاول مره خدنا زغلول عبسي ما شاء الله. بس شايفين الحنيه الحمام مش هين عليه يسيب الزغلول ويقوم. والله اكبر. الاتنين بيرقدوا على القص على الزغلول، وساعات كانوا بايضين كانوا هما اتنين بيرقدوا على البيض مع بعض. شايفين ما شاء الله. اوعى عشان احط لكم. طب الزغلول طيب تاني. تعال جعانين اصلا. خد يلا تعال. بصوا هيجوا ياكلوا. شايفين ابعد بس عنهم ما شاء الله. الله اكبر. قص جميل وطول وفي طول ما شاء الله. ولون العين بتاعته لا الله اكبر ما شاء الله. القص العبس بتاعنا ده جميل ما شاء الله. في حاجات حلوه اهو يعني. اللهم لك الحمد. الفيديو جميل لحد دلوقتي. بس هنشوف الوحش دلوقتي. والله العظيم انا زعلان بطريقه بسبب الاحداث اللي في الفيديو. بس اللهم لك الحمد. نرجع نقول ايه اللهم لك الحمد. مصيرها هتظبط. دي طبعا مش هتتوصل. دي هتيجي جري على الاكل. بصوا اقفل ده اهي. شوف متوحشه. انا اصلا اول مره اشوف الدكر هو اللي راد على البيض من ساعه ما القص حطيته في السلاكه. دايما كنت بشوف النتايه اللي راده. بس احنا مش هنزعجهم واصلا قربوا يطلعوا يعني ما شاء الله. هنا بقى الحاجه اللي تحزن بقى. طبعا في اول حاجه انا مش عارف انتوا خدتوا بالكم ولا لا بس انا عايز اقول لكم على خبر حلو. جبنا ذكر هزاز ما شاء الله عليه. طبعا شايفين ايه يا معلم. جبنا ذكر هزاز عند حد كده لقيناه عند حد من الجماعه جيراننا، فاشتريته منه. عايز يطلع عشان مش متعود على السلاكه طبعا، فهنجوزه للنتايه دي لحد ما نجيب له انتايه هزاز. ننزل السوق ولو حد عنده انتايه هزاز كويس هيتواصل معايا ويكتب لي في الكومنتات وممكن اشتريها منه، بس يكون في نطاق الجيزه يا جدعان عشان اعرف اوصل له. تمام. هنجوزنا لي النتايه دي اللي معاه دياتي، وان شاء الله باذن الله نشوف خارج منهم كده لحد بس ونتاكد ان هو بيخصب لحد ما نبقى نجيب له انتايه هزاز. يا عم خلاص يا عم ايه. بدأت يا جدعان تظبط اهي. طبعا هي بدأت معانا بالذكر ما شاء الله، والنتايه هتيجي دلوقتي. شايفين جعان الحمام كله جعان لان انا ما حطيتلهمش اكل من بدري اصلا.
بس بقى ايه اللي يزعل في العين دي؟ طبعا الناس اللي متابعانا اكيد كانوا عارفين ان احنا حاطين في العين دي قص استرالي اللي هو الابيض. طلعوا دكرين، ما طلعوش دكر وانتايه. دي اول نقطه، ده اول حاجه تزعل. خد بقى اللي اتقل منها. الدكر اللي فيهم انا كنت مشتري على السن وانتايه، جيت امسكه عشان ارجعه لصاحبه، راحت رجليه مكسوره في ايديا. خلاص على كده مش نافع تاني وذبحته، ده ما خلاص مش هينفع تاني. والدكر بتاعي انا امبارح طار ما رجعش تاني، ما اعرفش بقى راح عند حد قطه مسكته ولا ايه اللي حصل. المهم ان هو طار ما جاش تاني. والله العظيم انا زعلان بطريقه على الدكر دي، كان مستواه حلو بطريقه، وكان من فرخ انا، وكنت كان في الدبله بتاعتي. بس نرجع نقول الحمد لله، ومحدش عارف الخير فين، فاللهم لك الحمد يعني. مش زعلانين يعني، ان شاء الله خير. في بقى هنا حاجه بقى انا عملتها يعني بصراحه، يعني ايه ممكن الناس تستغربني بس انا كنت مضطر اعمل كده. اولا انا بدلت الحمام الزاجل كله، كل دكر مع نتايه بدلته مع نتايه تانية، والنتايه حطيتها مع دكر تاني. ودول طبعا مسكناهم حطيناهم هنا مكان ايه القص الاسترالي، حطينا دول هنا. انا شايف ان هم مناسبين مع بعض، ويا ريت كله يقول لي في الكومنتات رايكم ايه بالنسبه لان دي نتايه والدكر ده. الدكر ده هو اللي كان واخد النتايه دي، فانا شلتها منه وحطيتها ايه للنتايه دي. هما شبه بعض وكويسين مع بعض، ولان هي اخوها مش عايز ياخدها. اخوها ذكر ونفس الشكل وكل حاجه ونفس المستوى، مش عايز ياخدها، زايف على انتايه بلد. وبحاول احبسهم في السلاكه مع بعض، بيفضل يعض فيها كتير. فانا هدي دول لبعضهم، قولوا لي رايكم فيهم ايه كقص على بعض كده، وان انا اسيبهم مع بعض ولا ارجع ديت للنتايه بتاعته وادي دي لاخوها، ولا ايه الدنيا؟ يا ريت كله يشاركني في الكومنتات ويقول لي. المهم نرجع لموضوعنا، ان احنا ايه بدلنا السلاكه كلها ونقلنا الحمام كله، وخلينا الدكوره مع النتي غير مختلفين. يعني دول الاثنين الوحيدين اللي سبتهم مع بعض كانوا واخدين بعض تمام. لكن ده القص ده خدت النتايه اللي مع دي حطيتها للذكر اللي مع ده، وخدت النتايه اللي بص. المهم ان انا اللي عكيت الدنيا كلها. ليه الحمام مش عايز يبيض يا جدعان؟ ويا ريت برضه تقولوا لي ايه الفكره. يمكن عشان انا لسه حاطه في السلكات، بس مالهاش علاقه يعني. حتى لو كده طب ما القص ده اشتغل، والسلكه دي الست بيبان دول ما شاء الله الست قصص اللي فيهم اشتغلوا، اشمعنى الجامعات اللي عندي كله مش عايزين يشتغلوا؟ فانا رحت بدلته، ما اكدبش عليك، وحطيت النتي اللي مع دول مع الدكوره دول، ونفس النظام الدكوره اللي مع النتي دي حطيتها مع ايه مع النتي الثانيه. قلت يمكن يشتغل، يمكن لما بدل يشتغلوا. وادينا مستنيين عليهم، هصبر عليهم مثلا بتاع 15 يوم كمان تاني ولا 20 يوم. لو ما اشتغلوش انا هرجع معظم النتي ديت، لان انا مشتريها من الناس اصلا. النتايه دي انا مشتريها من واحد قال لي لو ما اشتغلتش بعتها لي. نفس النظام النتايه ديت قال لي برده لو ما اشتغلتش بعتها لي. طبعا لا، النتايه دي كانت عندنا ومش راضيه تشتغل، هي والدكر ده معاهم مع بعض بقالهم فتره، بعد ما كانت لما قش بره يعني في الارض هنا، ما رجعت قطعت بقى اللي هي مش عايزه تشتغل، ما اعرفش ليه. المهم بس عايزكم كلكم لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو، اول حاجه تصلوا على النبي في الكومنتات. بعد كده عايز الناس كلها تدخل تعمل لي لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، مش محتاج اقول لكم طبعا. غير كده عايزكم تقولوا لي ايه رايكم، ارجع ساب الحمام تاني ولا اسيبه في السلكات واستنى عليه؟ انا بقول ان الحمام مش عايز يشتغل لان انا حاطه في السلكات، فبفكر اسيبه تاني. فانتوا قولوا لي ايه رايكم، اتقل عليه واستنى يمكن يشتغل، ولا سابه من دلوقتي، ولا ايه الدنيا؟ تعالوا بس نتابع مع بعض نشوف الفيديو الاخر، ويا ريت كله يخش يقول لي رايه في الكومنتات. طبعا عندنا القص البلد ده ما شاء الله الله اكبر. طبعا الناس هتسالني دلوقتي على الزغلول ده، انا كنت حاطه مع الزغلول الاكول، لقيته ما بيكبرش، والزغلول الاكول بقى بياكل اكتر منه، ودوت كبر طبعا، فبقوا هما الاثنين في حجم بعض. رحت رجعته لاخوه تاني، قلت احسن اريح دماغي. جت منين دي؟ ما علينا. عندنا هنا القص البلدي تمام، وهنا القص ايه الاسود جمعيه التاني، ما شاء الله عليهم الله اكبر يعني. وعندنا القص الاسود الجمعيه اهوت برضو. بسم الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله. انتوا طلعتوا برضو؟ استنى، اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الله اكبر. استنى استنى استنى. البيضه التانيه برضه اهيت، لو واخدين بالكم نقره اهي، شايفين عند ايدي ما شاء الله. طلع واحد بسم الله ما شاء الله اللهم زد وبارك. لا في حاجات حلوه يا جدعان. لا الحمام المره دي خيب التوقعات وفرحني. ده طبعا القص البلدي، تحتهم البطين بتوعهم ايه، ما قربتوش طالع انتوا كمان؟ لا بجد والله يا جدعان، الفيديو على قد ما انا كنت طالع اصور وانا زعلان على القص الاسترالي وعلى اللي حصل فيه، لا فرحوني ما شاء الله عليهم. حاجات خرجت جديده هنا وحاجات خرجت جديده هنا. لا اللهم صل على النبي الله اكبر يعني، بسم الله ما شاء الله. المهم بس يا جدعان بالله عليكم، انا محتاج اشتري حمام جديد ضروري. كله عمال يطلب مني في الكومنتات ويقول لي عايزين حمام جديد، انا مش بايدي والله يا جدعان، مش لاقي وانا مش عارف انزل السوق. انا هبدل ورديه النهارده في الشغل وانزل ورديه مسائيه، يعني انا هنزل الشغل النهارده الساعه 12 بالليل، فعشان ان انا اروح السوق وان انا اجي من الشغل متاخر الموضوع صعب بالنسبه لي. يا ريت لو حد يعرف حد يكون مضمون في نطاق الجيزه بيبيع حمام، اول حاجه هزاز او نفاخ او نمساوي او كينج، الاربع تجواز دول
4 اسوس اهم، الاربع انواع دول. يا ريت لو حد يعرف حد بيبيع 4 انواع دول يبلغني او يديني رقمه وانا اتواصل معاه وهشتري منه. فاهمين؟ انا كنت هجيب من يومين، وبعد ما اتواصلت مع الراجل طلع ان الحمام اتحجز وحد خده. فان شاء الله باذن الله نجيب. شايفين الذكر الهزاز ما شاء الله عليه؟ بصوا ما شاء الله عليه وعلى المستوى بتاعه يا جدعان. هو على فكره منسول الذكر، فاهمين؟ بس هو كده مش واخد حقه في الباب، عايز باب يكون عالي عشان يعرف يهز. بيقعد يهز دماغه. ممكن اوريكم في الارض، استنى اوريكم، هنبقى نحبسه تاني. انت لا ما تطيرش، عشان انت لو طرت مش عارف امسكك تاني. النتايه ديت معفرطه من ساعه ما حطيتها في الباب، من اول مره تحط في الثلاجه، كل ما احطها تطير. تعال اهي اهي، عارف والله العظيم انت مش هتسكتي. طارت يبقى نمسكها تاني بالليل. تعال بصوا بقى الذكر ما شاء الله. استنى، شايفين؟ ما شاء الله، الله اكبر يا جدعان، ما شاء الله جميل. عاجبني قوي، اول مره اجيب حمام ازاز يا جدعان، ما شاء الله بجد عليه، بجد والله عاجبني قوي. هسيبه، هفضل سايبه. لا انا هحطه هو في الباب عشان يتعود على الباب، وامسك له النتايه بالليل، لان انا مش عارف امسكها دلوقتي لانها بتطير. تعال بصوا ما شاء الله يا عم، ما شاء الله جميل قوي والله بجد. تعالى بس يا صاحبي، بس تعالى خش. ده كده جوه الباب اهوت. بص عايزين نطلع برضه، مش متعود على السلكات، بس هتتعود عليها مع الوقت. بس ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو جميل في احداث حلوه ما شاء الله يعني. لا طلع في احداث حلوه والحمام فرحني، وان شاء الله باذن الله الفيديوهات اللي جايه تكون احسن. بس يا جدعان بصوا بجد والله عايز اسال على حاجه. لو حد عنده خلفيه عن ان الحمام مش عايز يبيض خالص في السلكات، يا ريت يعرفني. مثلا نوع دواء معين، ولا ان انا سيبهم تاني، ولا بس اكيد مش حل ان انا سيبهم. ما في حمام كتير بيتحط في السلكات وشغال، اشمعنى هم؟ يا ريت لو حد عنده اي خلفيه عن الموضوع يرد عليا في الكومنتات ويقول لي اعمل ايه بالظبط مع الحوار ده. اجيب له مثلا بروتين معين، ولا اجيب لهم حاجه معينه من عند الدكتور، ولا ايه بالظبط عشان يبيضوا، حاجه تسرع معاهم البيض. اي حاجه قولوا لي، اي حل ان انا اعمله معاهم، لان انا بصراحه تعبت وانا مشتاق ان انا اشوفهم شغالين في السلكات. اللهم لك الحمد، الباب ده كله يعني الجنب ده كله شغال. دول ما شاء الله عليهم راقدين على البيض، ودول الله اكبر تحتهم زغلول، ودول الله اكبر تحتهم البيض بتاعهم ما شاء الله لسه مخرجين دلوقتي، ودول برده لسه مخرجين. بص القص العبسي الاثنين راقدين على البيض ما شاء الله عليهم، على الزغلول الصغير. فانتوا قولوا لي ايه الفكره، ولا ايه السبب انهم مش عايزين يشتغلوا؟ الزاجل كله مش عايز يشتغل، مع ان الزاجل معظم الناس بتربي الزاجل يعني في سلكات. مش عارف ايه الفكره. طيب عموما استنى منكم رد في الكومنتات، ويا ريت اي حد عنده اي خلفيه عن الموضوع يرد عليا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا في حاجه كمان نسيت اقولها. كان في حد قال لي اقول اسمه في الكومنتات، انا المفروض كنت قلت اسمه في اول الفيديو، بس انا سرحت مع الفيديو معلش. اديب كان قال لي ان انا اقول اسمه في الكومنتات. واحد اسمه اديب متابعنا برده بقاله فتره، انا عارفه بشوفه بيعمل لي كومنتات كتير، قال لي ان انا اقول اسمه في الفيديو بتاعي، فانا اديني بقول اسمك يا اديب. فدي كانت بقى الفكره بتاع الفيديو، وان شاء الله دي نهايه الفيديو معانا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.